كثر الحديث عن سان داونز ونسي المتحدثون أو تناسوا أن الوداد هو بطل أفريقيا. زد على ذلك أن التعادل دون أهداف ذهابا نتيجة لها وعليها للطرفين. تحت شمس لافحة في بريتوريا فاجأ الوداد مضيفه بنشاط مبكر حمل به محمد أوناجم الخطر لمرمى الحارس رينوون ويليامز. سان داونز يهوى الاستحواذ والسيطرة وتيبوه موكوينا لم يترجم أولى أهم الفرص. أوناجم في الجانب الآخر هز الدار البيضاء قبل بريتوريا حسرة على ضياع محاولة بعد تدخل المدافع ماميلودي سان داونز المحترف المغربي عبد المنعم بوطويل. في نصف الملعب الأحمر تألق الحارس يوسف المطيع وهو يجهض سعيا حثيثا من نجم أصحاب الملعب بيتر شالوليلي. مع انتصاف الساعة استشار المدرب موكوينا بمساعده وأعاد فاندنبروك تذكير الجعدي بالمتفق عليه. لحسن حظ الوداد أن صدام زولا وسامبو المرعب لم تكن له أي تبعات فورية. مع بداية الشوط الثاني فقد رضا الجعدي تركيزه، ارتبك وأربك زملائه هدية لم يكن يرفضها زواني. هدف أول لسان داونز والسادس والثلاثون للفريق في 12 مباراة بالمسابقة حتى الآن. الفريق الجنوب افريقي انطلق من أجل إحراز المزيد ويوسف المطيع تألق وتعملق. الوداد بشخصية البطل قاوم ولم يستكن، بل إن زهير المترجي كاد يعادل الأرقام. وعاد المترجي ليقلق راحة دفاع سان داونز من جديد بقيادة حارسه المتألق ويليامز. ما دام الوداد على الملعب توقع أي شيء تمريرة من المونديالي يحيى جبران، وأيوب العملود أدرك التعادل وأحرج برأسيته أصحاب الضيافة الذين استجمعوا قواهم وعادوا للتقدم بهدف بيتر شالوليلي. سان داونز بدأ يتلمس طريقه نحو النهائي، لكن ليس بعد، فقد أخطأ أنفالا بإحراز هدف عكسي، ما يعني تعادل الوداد بهدفين مثلهما. التعادل السلبي ذهابا منح المغاربة أفضلية لبلوغ النهائي للمرة السادسة في تاريخ الوداد لمواجهة الأهلي المصري للعام الثاني على التوالي من أجل حسم لقب بات تخصصا للفريق المغربي في الأعوام الأخيرة. هذا